طريقتي المعتمدة الأصلية لقمر الدين، سهلة وبسيطة جدا وهيطلع معاكي كريمي آخر حاجة، خطير حاجة كده من الآخر. بصوا الطعم كده يعني مميز، بيفكرنا كده بأيام زمان. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما أبدأ، أنا اسمي مروة. لو أول مرة تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحة والقناة. تعالي أقولك بقى بنعمل قمر الدين الحلو ده ازاي. هطلع معاكي كريمي وطعم فعلا يجنن، سهل وبسيط جدا. انا اسفة جدا، بعتذر على صوتي علشان تعبانة شوية. هنحضر لفة قمر الدين. تمام. هنبدأ ان احنا نقطعها قطع، يعني مش كبيرة ولا صغيرة، وتقدري على فكرة تعمليها كده، بس ده هيسهل علينا كتير قوي الوقت اللي هنخمرها فيه. هنحضر لتر بقى من المية السخنة، مية تكون مغلية. تمام. وابتدي انزل عليها بالشكل ده، وهغطيها مش اقل من ساعتين، عايزاها تختمر خالص. ده بيكون شكلها بقى بعد ما بتقعد ساعتين. تمام. بنزل بقى بكوباية من السكر واحطها على النار. في المرحلة دي بحضر 3 معالق كبار من النشا، وعليهم نص كوباية من المية، وهقلبهم كويس جدا. تعالوا بينا بقى نشوفها على النار ايه اللي وصلت لي. بديها غلوتين بالشكل ده، وببتدي ان انا اضربها بالهاند بلندر. مش عايزة فيها اي تكتلات خالص، عايزين قمر الدين يدوب تماما. تمام. تمام كده. بعد ما بنضربها ببتدي انزل بقى بخليط النشا اللي احنا عملناه مع بعض. وتقدري كمان تضيفي تركاية كده، كيس من كريم شانتيل باودر، بيديها طعم كريمي وطعم حلو قوي على فكرة. ونضرب ضربة كمان بالهاند بلندر. هحطها على النار دقيقة بالظبط، يعني هتاخد غلوة وهطفي عليها. وهضيف كمان عليها معلقتين من ماء الزهر او ماء الورد، بيديها نكهة حلوة قوي. غلوة واحدة بالظبط وهنطفي عليه. القوام بيكون بالشكل ده، ما تستنوش لما تتقل اكتر من كده. تقدري تضيفي بقى اي نوع مكسرات، سهلة وبسيطة جدا وبجد طعمة من الحاجات المميزة جدا لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. بتسيبيها بقى في التلاجة تبرد تماما وتقدميها، خطيرة حاجة كده من الاخر. من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها في رمضان، بجد ممتعة جدا، خطيرة كريمية جدا. هتحبوها قوي بعد ما تجربوا الوصفة دي. قولولي بتعملوها بنفس الطريقة ولا ليكوا طريقة مختلفة. وقولولي كمان من اي بلد انتوا بتتابعوني. ميرسي جدا لكل الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه. شايفين يا جماعة شكلها كريمي ازاي، وطعمها كده خطير بجد حكاية. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. بعتذر مرة تانية على صوتي، انا اسفة جدا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.